كابتن محمود عصران، ايه رايك في رجوع دوري الناشئين لبورسعيد تاني؟ لا والله يعني هو رجوع الدوري ان النشاط مثلا رجع تاني وبيحمي برضه الشباب بتاعنا وبيبقى فيه منافسه، يعني هي يعتبر زي دوره تنشيطيه ما بيهمهمش مين اللي ياخد البطوله على قد ما هم اللي بيجمعوا الولاد، وده يبقى عارف ده ويبقى عارف ده، وما بقاش فيه مشاكل، ما فيش عنف، ما فيش كلام من دوت. وطبعا احنا قاعدين سنتين ما فيش كوره في البلد، ما فيش كوره. دلوقتي احنا بنقابل اتنين اصحاب، ده بيلعب في المريخ وده بيلعب في المصري، لا هنلعبكم بكره، لا التمرين مش عارف ايه، ففي حوار. سابوا بقى بعدوا بقى عن حاجات يعني حاجات مش كويسه، بحيث ان الكوره قربتهم ان هم يبقوا كويسين مع بعض واصحاب، وتنافس بيبقى تنافس شريف، واحنا عايزين الكوره تبقى موجوده يعني. كانت خطوه جريئه من منطقه بورسعيد لكره القدم رجوع الدوري الناشئين؟ طبعا خطوه جريئه، وبعدين احنا برضو لازم نساعد الناس دي، لان انا سامع ان في شباب مثلا هناك في منطقه بورسعيد ماسكين وولاد البلد، وواحد زي وائل بدوي دوت راجل لاعب كوره وفاهم، عارف ان اللاعيبه لازم لو بعدت عن الكوره ما فيش خلاص حساسيه الكوره، خلاص مش هتلاقي ناشئ يطلع لك، مش هتلاقي منتخب. ما هو الناشئين دي ليه والانديه الصغيره دي ليه؟ وبرضه فرقه زي النادي المصري بتاخد 2 3 لاعيبه بينفعوها في الدوري. شكرا. كابتن هشام النقيب، كنا عايزين نعرف راي حضرتك في رجوع دوري الناشئين مره ثانيه لبورسعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا بنحمد ربنا ان الدوري رجع ثاني، ودي بدر خير، لان احنا بقالنا سنتين واقفين وكان نفسنا رجوع الدوري. الامن ما ساعدناش، لكن احنا اللي بنساعد نفسنا واحنا اللي بنأمن الماتشات، وربنا يسترها ان شاء الله. ما فيش حاجه باذن الله، كلنا اولياء امور اللعيبه، واللعيبه دول ولادنا، وعلى قد ما بنقدر بنسيطر على الامور. ولازم لازم لازم سنه الرياضه تمشي. بورسعيد حرام اتظلم كل الظلم دون ان لغايه دلوقتي ما فيش كوره. منطقه بورسعيد كان لها دور يا كابتن في رجوع الدوري؟ طبعا منطقه بورسعيد مشكوره، الناس كتر الف خيرهم، الناس كلها مجهوداتهم بقياده وائل بدوي النشيط، ان هو عايز يرجع الكوره واصر ان هو يرجع الكوره، وده حاجه تحسب له وتحسب للناس اللي في اعضاء مجلس اداره المنطقه، كلهم ناس محترمين وفوق الدماغ وفوق الراس، والحاج محمد الملاح والناس كلها الحمد لله متكاتفه على ان الدوري يشتغل وبالفعل يشتغل. ويعني فات تلته الاولاني، والحمد لله احنا بنشكر منطقه بورسعيد بقياده الكابتن محمد ياسين والناس اللي موجوده كلها ناس زي الفل. شكرا. كابتن سيد ابو حمد، كنا عايزين نعرف راي حضرتك في رجوع دوري الناشئين مره ثانيه بورسعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. دي خطوه من كان اجرأ خطوات المسؤولين عامه على الرياضه في مصر، مش في بورسعيد بس، لان احنا قعدنا 3 سنين ما بنلعبش كوره، وفي لعيبه كتير جدا بطلت، وفي لعيبه كتير جدا خلاص يعني بالبلدي كده بنقول صدت. فده خطوه جريئه من الراجل المسؤول كابتن وائل، لان هو لاعب كوره فحاسب باللعيبه وحاسب الكيان وحاسب الناس. خطوه جريئه منه وانا بشكره عليها عامه، انا باسمي وباسم مدربين نادي المريخ انا بشكره عليها. شكرا. كابتن قاصد، كنا عايزين نعرف راي حضرتك في رجوع دوري الناشئين مره ثانيه لبورسعيد. هو طبعا بشرة طيبة للرياضة ببورسعيد، واحنا طبعا كل المدربين كان نفسها ان النشاط يعود تاني من جديد عشان نولد لعيبة، لان كده كانت العملية تنام خالص في بورسعيد. منطقة بورسعيد لكرة القدم كان لها دور في رجوع الدوري؟ طبعا، هو ما كانش المنطقة ما كانش النشاط هيرجع تاني. وبالنسبة للأمن؟ احنا مش محتاجين أمن. بورسعيد بالنسبة للناشئين مش محتاجين أمن. ما النشاط ماشي كويس من غير أمن اهو. الأندية بتأمن؟ وأولياء الأمور ناس محترمة وملتزمة، مفيش مشاكل. شكرا يا كابتن. كابتن هاني الصاروخ، كنا عايزين نعرف رأي حضرتك في رجوع دوري الناشئين مرة ثانية لبورسعيد. الحقيقة دي حاجة كويسة جدا، رجوع الدوري للناشئين ده فايدة كبيرة جدا للشباب وفايدة كبيرة للأندية، وبنقدر نحط ايدينا على المستوى بتاع اللعيبة، والحقيقة دي حاجة كويسة جدا جدا جدا، لأن أنت عارف النشاط لما بيرجع الحيوية وبيرجع حاجات كتير جدا بنستفادها من الرجوع للدوري الناشئين. شكرا يا كابتن. كابتن وليد الكاس، كنا عايزين نعرف رأي حضرتك في رجوع دوري الناشئين مرة ثانية لبورسعيد. والله حاجة كويسة، طبعا احنا بقالنا سنتين قاعدين من غير كورة،
ابتدت التنشيط، وابتدى الناس تشتغل، ابتدت القرى تحيي بورسعيد تاني. يعني الحياه دبت تاني في بورسعيد، وان شاء الله يستمر الحياه كده ان شاء الله.